نتعاون معهم، نتعاون سويا من أجل الوصول للحقيقة. لا شك أن ما حدث في السفارة جريمة بكل المعايير، نحن نرفضها وندينها، وقد عبر رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة مرارا عن هذا المعنى، وأنا أعبر عن ذلك. نحن نرفض هذا الأمر وندينه. هذا ضيف عندنا، وهذا شخص تعاون معنا، وأنا أعرفه معرفة شخصية، وهو إنسان بكل ما تعني هذه الكلمة، وقد فجعنا به كما فجع به أهله في أمريكا. لكن هذه حوادث تحدث، طبيعة الأشياء، والدول لابد أن تكون مسؤولة، لأن لا يمكن سياق الأحداث في السياسة والعلاقات الدولية وتداعيات المشاكل في العالم تمر دون هكذا حوادث. المحيط العربي، علاقاتكم كيف ستكون طيلة العام والنصف الذي اخترتم له؟ نحن اخترنا أن نكون على علاقة طيبة بكل العالم، ومن باب أولى إخوتنا وجيراننا العرب. يعني نحن علاقتنا بمصر إن شاء الله حتكون جيدة ومتينة، ونرسخها وندعمها. بتونس نسعى لتدعيم العلاقة مع الجزائر، التقيت بالسفير الجزائري وشاركت مع الأستاذ مصطفى عبد الجليل في رحلة إلى الجزائر، حتى وإن كانوا يستضيفون عائلة القذافي. استضافتهم لعائلة القذافي مسألة فرضتها الأحداث، وكثير من الناس وكثير من الأحداث تفرض استحقاقات معينة. هذه الأشياء تحل بالحوار وبالتفاهم وبالأخذ والرد وبالاتفاقات الثنائية. يعني الأمور عندما تكون بين دول تكون دائما لها تراتيب ولها نواميس تقتضي التعامل معها. نحن بكل تأكيد أن الجزائر لا تصر على هذا الأمر، ولكن لابد من جانبنا أيضا أن نعمل على هذا الموضوع. والإخوة الجزائريين أبدوا